تدادادا. هقدم لكم مجموعة من الحلقات بنتكلم فيها عن مهنة جديدة موجودة في مجتمعنا حاليا، معروفة من زمان لكن ابتدى يبقى ليها مجالات أكتر. هي مجال من مجالات الفريلانسنج، يعني ممكن أكون شغال عن طريق الإنترنت وأبقى عندي شغل وبكسب منه فلوس عن طريق إن أنا أستعمل صوتي إزاي؟ إن أنا أكون معلق صوتي. إيه هو المعلق الصوتي وإيه بقى مهنة التعليق الصوتي دي؟ مهنة التعليق الصوتي، المعلق الصوتي هو اللي بيستخدم صوته في قراءة النص لتوصيل معنى والرسالة التي يهتم بها هذا النص. المعلق الصوتي ممكن يكون نسمع صوته في الإعلانات في الراديو، ممكن نسمع صوته في خلفية إعلانات التلفزيون، ممكن هو اللي بنسمع صوته وبيقرأ الكتب في مجال الكتب المسموعة. المعلق الصوتي هو اللي بيقرأ الأفلام الوثائقية في ناشونال جيوغرافيك، هو اللي بيقدم محتوى على اليوتيوب تاريخي أو علمي أو ثقافي أو أدبي أو طبي بطريقة منمقة وبأسلوب واضح ومفهوم. هو يعتبر معلق صوتي. المعلق الصوتي اللي بنسمعه في التليفون لما بنكلم أي شركة من شركات الاتصالات ونلاقي رسالة مسجلة بتقول إيه: أهلا بك في وي للغة العربية اضغط الرقم 1 for English press 2، ويكمل بقى معاك ويقول لك اعمل ايه واضغط ايه. بس دي بتبقى رسالة مسجلة. ده واحد معلق صوتي بيسجل الرسالة اللي عايزها هذه الشركة. أي شركة كمان دلوقتي عندها خدمة عملاء محتاجة معلق صوتي. المعلق الصوتي هو اللي بيشتغل في التلفزيونات. ما هو مذيع الربط بتاع زمان اللي بيطلع يقول الساعة 8 نلتقي مع برنامج الكرة في أسبوع. ما بقاش في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها بروموهات بتتذاع على مدار اليوم. بيقرا اسم القناة، يعني قناة الحياة تقدم لكم الحياة معكم كل ثلاثاء 8 مساء. اللي بيقول الكلام ده هو معلق صوتي، بيشتغل قنوات بيقول الكلام ده هو معلق صوتي. إذا المعلق الصوتي بيشتغل في الأفلام الوثائقية، بيشتغل في بيعمل قنوات يوتيوب علمية أو تعليمية أو أدبية أو حتى للأطفال. المعلق الصوتي هو صوت الإعلانات. المعلق الصوتي هو اللي بيقرأ الكتب المسموعة في مجال الكتب المسموعة. المعلق الصوتي هو اللي بيقدم الرسائل المسجلة في خدمة الIVR. المعلق الصوتي هو اللي بيقول الإذاعة الداخلية في المطارات والمولات وحتى المصالح الحكومية المتطورة شوية. المعلق الصوتي بيديك تعليمات رقم كذا يتوجه إلى كذا. كل دي رسائل مسجلة بيقوم بيها المعلق الصوتي. المعلق الصوتي موهبته الأساسية وقيمته الأساسية في صوته. هل ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ هو ده حقيقي بس بنسبة 50%. يعني المعلق الصوتي لازم يكون عنده صوت واضح ومؤثر ومعبر، حقيقة. لكن لو هذا الصوت لا يمتلك أدواته من حيث ان هو يكون واضح ومخارج ألفاظه سليمة، ولو بيقرأ فصحى بيقراها صح وبتشكيل مظبوط، وكمان يقدر يدي أسلوب الأداء المختلف لنواحي التعبير أو التعليق الصوتي المختلفة، يبقى ما عملش حاجة. يبقى الصوت 50% لكن الأداء 50%. في حاجة كمان مهمة هي شخصية الصوت بتفرق في حاجات معينة. زي أنا مثلا بقدم محتوى على اليوتيوب، كل ما كان صوتي جذاب ولائق على ما أقدمه ده بيكون أفضل. مجال الدوبلاج مثلا، الدوبلاج بيبقى عندي فيلم أو عمل فني أو فيديو وأنا عايزة أقدمه بلغة مختلفة أو بلهجة مختلفة في بعض الأحيان. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ المعلق الصوتي. فساعات المعلق الصوتي بيبقى كأنه ممثل، هو بيسمى فويس اكتور كمان، مش فويس اوفر ارتست. هو فويس اوفر ارتست لكن متخصص في الفويس اكتنج. فهو مجال كبير وواسع الحقيقة، ان هو بحر كبير وواسع ومليان سمك. المهم يبقى عندك الصوت المعبر، وعندك القدرة على الأداء، وعندك الرغبة والمحبة لهذا المجال، وهتسبح وهتعوم وهتوصل. هنكمل مع بعض.